النهارده 24 اكتوبر، قررنا بعد 3 اسابيع موقفين كل الفيديوهات على كل البلاتفورمز ان احنا نرجع، بس هنرجع بهدف. الفترة اللي فاتت وما زالت فترة صعبة جدا علينا كلنا، ده اكيد، فسامحونا على اي كلام ملخبط بنقوله او على شكلنا او على اي حاجة. من حوالي كام يوم كده، كان يوم الاثنين موافق 16/10، قلت لمروان ايه رأيك نرجع للكونتنت بتاعنا بهدف ان احنا وانتوا نعمل حاجة مع بعض، وهي ان الارباح بتاعت الفيديوهات لمدة 30 يوم تروح تبرعات لغزة. وساعتها مروان كان ليه رأي تاني، ان لسه اصلا المساعدات مش بتدخل، فخلينا نتأكد الاول ان المساعدات بدأت تدخل وبعدين ننفذ. وبعدها بيوم حصلت احداث المستشفى اللي دمرتنا نفسيا كلنا، وكان اصعب يوم علينا من بداية الاحداث، فما قدرناش ان احنا نصور. والنهارده قررنا ان احنا هنبدأ ننفذ الخطة دي معاكم، لان اكيد كتير منكم ممكن ان هو ما قدرش انه يساعد بحاجة مادية، فده اللي احنا هنعمله مع بعض احنا وانتوا لمدة شهر كامل. ليه قررنا ان احنا نرجع؟ لان اتاكدنا ان البلاتفورمز اللي انتوا بتشوفونا عليها دلوقتي ما بتدعمش المحتوى نهائي او اي كونتنت ليه دعوه بالقضيه، فقررنا ان احنا نساعد بطريقه تانية معاكم. لا ما تقولش في حاجه والنبي يا مروان بقى. خلاص، عنكبوت ومشي. يا نهار كان اسود. ماشي بيتسلق على شعرايه. في ناس زمايلنا عندهم ملايين دلوقتي عشان بيتكلموا عن القضيه من ساعه ما بدات، بقوا يجيبوا 1000 و2000 و10000 فيوز بالكتير، عندهم ملايين، عندهم ارقام خزعبليه. واحنا عشان كنا بننزل ستوريز طول الوقت واخدين 3 مخالفات بدون اي داعي على فيديوهات من 3 سنين، هنحط لكم صورتها دلوقتي. اما بعيدا عن السوشيال ميديا، فاحنا الفتره دي كنا بنعمل ايه؟ كان في مظاهرات هنا في انجلترا، للناس اللي مش عارفه احنا قاعدين فين، احنا قاعدين هنا في لندن. نزلنا مظاهرتين منهم، وكان في بيتيشن عشان خاطر الموضوع يتناقش في البرلمان، وبرده صوتنا فيه ودعينا وعملنا كل اللي نقدر عليه. فاعتقد مش عارفه اتكلم، فما فيش في ايدينا اي حاجه تاني نعملها غير ان احنا نشارك معاكم بالطريقه دي. انت بقى هتساعد ازاي؟ والله عايز تعمل لايك اعمل، عايز تعمل شير اعمل، عايز تعمل كومنت اعمل. اعتقد ان اكتر حاجه هتقدر ان انت تساعد بيها انك تتفرج على الفيديو كامل، وكل واحد فيكم يساعد بالطريقه اللي يحبها. وطبعا اول فيديو كنتوا طالبينه مننا هو تحدي هنقضي يوم كامل ب10 جنيه من ساعه ما رجعنا من مصر عشان الاسعار هنا زادت. فالنهارده هنعمل تحدي، بس طبعا استحملونا يا جماعه والله، عشان عارفه ان انتوا هتتصدموا بمروان وسهر جداد اصلا. وبما ان بقى في كلام كتير قوي على السوبر ماركتس اللي هنا، فالنهارده جايبين لكم يا جماعه شويه معلومات. بصراحه مروان قاعد عملها لي امبارح. اسدا معانا 100%، الدي وليدل تمام، كو اوب تمام، سينسبريز كمان تمام، وهقول لكم ليه دلوقتي، تسكو كمان تمام. اولا كده اسدا صحابها باكستانيين، وسينسبري اللي ماسكه دلوقتي بنسبه 85% قطريين. اما تسكو فهم ما لهمش دعوه باي حاجه، ما بيدعموش اي حاجه. بس خلوا بالكم من الحاجات اللي بتشتروها من المنتجات نفسها اللي بتشتروها منه. موضوع تسكو فيه عليه كلام، لان هو مكتوب على جوجل ان هو اصلا بتاعهم، بس لا، هو من 2 3 اتباع. ايسلاند في ناس بتقول ان هو تمام، بس احنا مش متاكدين من المعلومه. فكده اقدر اقول لكم ان الدي وليدل وسينسبريز وكو اوب وتسكو واسدا معانا لحد دلوقتي. لو انتوا عندكم حاجه تانية ابقوا ابعتوها لنا. دلوقتي حد فينا بقى يا جماعه هينزل يجيب الفطار ونشوف الاسعار بقت عامله ازاي. طيب يا جماعه دلوقتي وصلت عند قسم المعجنات. عايزه اقول لكم ان انا مش حاسه ان الاسعار زايده قوي، بس قررت ان انا هجيب دونتس ب 39 قرش، لان الكرواسون غلي بقى ب 55 بنس اهو، سعره 39 قرش. هجربه لاول مره. كده ناقص لي حاجه واحده اشربها ويبقى انا فطاري جاهز، وما خدش مني دقيقه بالظبط. الموضوع بقى صعب قوي يا جماعه، لانكم دلوقتي مضطرين ان انتوا تشوفوا الباركود على اي حاجه بتشتروها، فلازم اقرا الارقام اللي ورا بتاعه الباركود دي، ومفيش سعر لده، فهروح اشوفه بكام. طيب انا لقيت سعره اهو ب 99 قرش، بس هاخد الخضره دي. وبكده يا جماعه كنا انا جبت الفطار بجنيه 38 قرش. يلا بينا يا جماعه انا نزلت اهو، هدخل دلوقتي ليدل عشان نشوف اجيب ايه فطار. دخلت اول حاجه طبعا على قسم المعجنات، يعني فطار، يعني كرواسون بقى، سندوتشات، الحاجات دي. فقسم المعجنات هنا في حاجه كده اسمها تشيز توب رول اهي يا جماعه دي، ودي سعرها 32 بنس. مش عارف، انا حاسس ان انا مش عارف اصور، مش عارف اعمل حاجه، يعني مقفول كده من جوايا، مش عارف اعمل ايه. بعد ما جبنا دي نشوف بقى حاجه نشربها عشان نكمل بقيه الفطار. في دي شوكليت، والله دي ب 99 بنس، فيها هاي بروتين كمان، كوفي فليفر. دي جامده دي، خلينا نجربها. انا بشجع اي حاجه فيها هاي بروتين. يا جماعه البتاعه دي طلعت ارخص من اللي كان مكتوب عليها، مش عارف ازاي. انا دفعت كله جنيه و11 بنس، كويس، مصلحه جدا. انا جبت دي طبعا، انا جبت دي زي ما انتوا شفتوا. انتوا صرفتوا التوتال كام؟ ودي التوتال عندي جنيه و11 بنس.
والله هو العبرة بالنهاية كده كده. طيب يا جماعة، احنا هنروح دلوقتي نفطر، وقررنا ان احنا مش هناكل قدام الكاميرا، فهنروح نفطر وبعد كده هنجيلكوا في جولة الغدا. بمناسبة بقى الغدا، قررنا ان احنا مش هنجيب من اي فرانشايز عشان ما يبقاش ليه علاقة بحاجة، فهنختار الغدا من محلات صغيرة كده عشوائية بتاعت باكستانيين وعرب ولبنانيين وكده. فانا قررت دلوقتي واحنا ماشيين شفت محل كده مكتوب عليه برياني مش عارفة ايه، فده اكيد هندي بقى باكستاني مش عارفة بصراحة، فهدخل اشوف لان مكتوب ان في وجبه مش هقول. احلى حاجه في المنطقه بتاعتنا بقى يا جماعه، في محلات كتير جدا حلال هنا. انا دلوقتي المفروض ان انا وصلت عند المطعم اللي بقول لكم عليه، وهوريكم الاوفر مكتوب على الباب ده اللي انا لمحته اهو يا جماعه، مكتوب 2 جنيه 99 بدل 3 ونص، ده الباقي من ال 3 جنيه اهو. فكده الغدا بتاعي بقى ب 2 جنيه 99 لان هو صمم ان هو يديني البيني ده. هوريكم بقى شكل الاكل لما اوصل العربيه. فين يا جماعه؟ انا كان نفسي اجيب برجر كده من محل حلال في السوق اللي احنا كنا فيه ده، لكن للاسف البرجر عنده اقل واحد بحوالي 6 جنيه او 7 جنيه، واحنا طبعا عايزين نوفر عشان نقدر ان احنا نكمل اليوم للاخر. لقيت بالصدفه كده محل حلال بتاع بيتزا، اجيب من عنده بقى ايه ارخص واصغر بيتزا 4.99 اهي يا جماعه، دي اصغر بيتزا عندهم اهو. مروان جاي. شكلها حلو. شكل برياني. ايه ده؟ مال العلبه صغنونه كده. لا مش صغنونه على فكره، هي مليانه رز. ايه ده؟ هو فين فراخ؟ من غير فراخ كمان؟ فين فراخ؟ هتضحك عليا ولا ايه؟ لا هتلاقيها جوه. استنى ما اشوف، شكلي بهدل لك العربيه. انت بهدلتيها فعلا. هو في فراخ بس مش لازم توريهم شكل أطلعها. الفراخ، هم قالوا لك ورينا شكل الفراخ. انا عايزه اوري لهم لو سمحت بقى. اهو يا جماعه في فراخ لحسن تفتكروني بضحك عليكم. ايه ده؟ سبايسي قوي. حلوه. طيب يا جماعه دلوقتي بقى هنروح نتغدى ونجيلكم في فقره العشاء. ايه ده؟ ايه؟ انت ما قلتليش دي بكام؟ انا ما قلتلكيش؟ لا والله. ب 4 جنيه 99 بنس. والله. وانت ما قلتليش دي بكام؟ 2 جنيه 99. لا 2 جنيه 99. حلو قوي الكلام. حلو احنا جدا. كده هنعرف يا جماعه مين اللي هيكسب، او احنا شبه عرفنا مين اللي هيكسب. لا لسه بدري. غرقتي لي العربيه رز، في رزايه وقعت هنا. نجيبها ازاي دي بقى؟ دلوقتي دخلنا نجيب العشاء، بما ان الدنيا قربت تضلم فانا هتعشى ساندوتش بيض بالجرجير. معرفش ده يعني لفت نظري قوي، ايه بيض بالجرجير ده؟ انا عمري في حياتي ما دقته. معرفش غيرت رايي فجاه وحاسه ان انا عايزه اكل حاجه اخف من كده شويه، فبدور على قسم السلطات والحاجات دي، وعايزه اشرب لبن رايب. هي طالبه معايا سلطه ولبن رايب. طيب هجيب علبه السلطه دي بجنيه و20 قرش. جماعة بيحصل حاجة اقسم بالله، قلبي وجعني. الناس كلها بتشاور لي على السكارف ده وقعدت تعمل لي كده فري بالستاين. اقسم بالله هموت من الفرحة ان الناس هنا بقت على، يعني مش عارفة اوصف لكم. انا حسيت انا جسمي كله اشعر اصلا. ده بجنيه و20 ده لبن رايب، فهروح ادفع واشوف بقى الحساب كام، عشان موضوع السكارف ده لخبطني لخبطه. 2 جنيه و60. لا الحساب يا جماعه 2 جنيه و40، بس هي ادتني 2 جنيه و60 قرش، باقي ب 5 جنيه. دلوقتي يا جماعه انا دخلت السوبر ماركت عشان اجيب العشاء، واللي باقي معايا دلوقتي 3 جنيه 90 بنس. بصراحه انا مش هضحك عليكم، الواحد مخه واقف مش عارف يفكر، مش عارف يعمل اي حاجه بسبب طبعا اللي بيحصل، لكن بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني ايه ما نعطلش عشان خاطر الهدف اللي احنا بنسعى له يتحقق. بقالي ربع ساعة بلف حوالين نفسي مش عارف اجيب ايه. بالصدفة وانا ماشي لقيت اللي هو العرض بتاع الميل ديل. انا هجيب ساندوتش مثلا من هنا، سي فود كوكتيل ده، هو المفروض ان انا اخد حاجة مين ودرينك وسناك. لقيت علبة زيتون اخضر. كده احنا عملنا الميل ديل. 3 باوند 50. ثانك يو سو ماتش. يا جماعه طلعوا ب 3 جنيه ونص بس، مش 3 جنيه 75. طبعا انا جبت الميل ديل، وانت اكيد عارفه الميل ديل ده بيبقى عباره عن ايه. جبت ساندوتش، سي فود، درينك وشويه زيتون. بكام؟ 3 جنيه ونص. وانا يا جماعه جبت السلطه دي وجبت دي، وزي ما قلت لكم دفعت 2 جنيه و40 قرش. دلوقتي بقى طلع كل الفكه اللي معاكم وريني بقى كام. ايوه 35 40 بنس. بقى معاك 40 بنس؟ بقى معاك 40 بنس من ال 10 جنيه كلهم؟ 40 بنس. طالما بتهزري كده يبقى شكل معاكي كتير. جنيه 2. ايه ده 3 ولسه بتعدي؟ و20 3 جنيه 23 بنس. الصراحه يا جماعه كان نفسي افرح بالتحدي ده، ان انا كسبت فيه زي كل مره. اكيد انتوا بتشوفوا انا بعمل ايه.
بس الصراحه مش قادره ان انا افرح او اضحك او اعمل اي حاجه. وكمان في اعتراف كده عايزين نعترف لكم بيه. طيب هو ده بقى الاعتراف يا جماعه. اولا دي الحاجه اللي انا جبتها، ودي الحاجه اللي سهر جابتها. الصراحه يا جماعه احنا ما قدرناش ناكل اي حاجه زي عادتنا كل يوم من ساعه اللي بيحصل، فقررنا ان احنا نروح ندي الحاجه دي دلوقتي في الجامع، لان احنا ما كانش لينا اي نفس ان احنا ناكل زي كل يوم كالعاده. وطبعا الناس ممكن تقول لك طب ما انت اكلت، بس مش يعني اهو. فما قدرناش ان احنا ناكل اي حاجه، عشان كده كنا بنقفل الكاميرا. صراحه اليومين دول احنا متاكدين ان انتوا نفس الحاله، محدش فينا قادر ان هو يحط حتى حاجه في بقه، وكل ده بيحصل هناك. واكتر لقطه النهارده يا جماعه بجد فرحتني في الفيديو هي لقطه السكارف، ان كذا حد يوقفني ويعمل لي كده. بجد بجد انا عيطت، قفلت الكاميرا وعيطت بسبب الاحساس اللي انا حسيته. مبقتش مصدقه ان هم بقوا على وعي كده للدرجه دي، لدرجه ان هم يشوفوا شال يوقفوني ويعملوا لي كده فري فلسطين. عارفين ان مودنا ما كانش احسن حاجه النهارده، بس ان شاء الله يا رب ان شاء الله نطمن ونرجع كلنا احسن من الاول، ونطمن على اخواتنا هناك في غزه. وطبعا دعواتكم ليهم يا جماعه، وما تبطلوش تتكلموا. اديكوا شفتوا الناس بقت على وعي هنا لدرجه ايه. مش هنقول اعمل سبسكرايب ولايك والكلام ده، الصراحه مش قادرين. فنشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.